السلام عليكم. ما تصدقش كل ما تسمع، افهم باش تعرف وين تحط الخطوه ديالك. تحت هذا الشعار راني ندير سلسله تاع دي ميني فيديو نشرح فيها وشنو هو التسويق الشبكي، باش اذا راكم حابين تخدموا في هذا المجال تكونوا فاهمينه تري بيان. اذا اول فيديو تشوفوه الان روحوا عاودوا رجعوا للفيديو رقم 1 هكذا باش تفهموا كامل لو كونسيبت. شفنا في الفيديو اللي فات وفهمنا فيه وشنو هو التسويق بصفة عامة والتسويق الكلاسيكي، والآن رانا رايح نحكي لكم على القصة اللي غيرت المفاهيم كاملة. بعد الحرب العالمية الثانية اكزاكت في 1945 رجعت الاشهارات غاليه بزاف، كما حكينا على سلسله التسويق لازم يديروا لا بوبليسيتي ومن بعد يشروا عليهم لي غروسيست ومن بعد لي ديتايون اي تو. غلات بزاف الاشهارات والزبائن ما عادوش يديروا كونفيونس في لا بوبليسيتي، دونك لا عادوا يحوسوا على طريقه جديده للتسويق. وشركه بالذات في امريكا اسمها نيرتيليتي هي اللي اخترعت هذه الفكرة. هي فكرة بسيطة ولكن ذكية وغيرت بها كل حاجة. الفكرة كيفاش؟ احنا باغ اكزومبل كيما على بالكم اي واحد فينا يشري ان برودوي ويعجبه ويفرح به يوريه ويحكي عليه لونتوراج ديالو، نحكي لاختي صاحبتي جارتي اكسيتيرا. مثلا نروحوا الحفافه وتعجبنا تاني نروحوا نحكوا عليها، نروحوا ريستورون ناكلوا تعجبنا الماكله فيه ويكون السعر ملائم ويكون السيرفيس مليح نروحوا نحكوا عليها. انا مثلا نروح نحكي لاختي على هذاك الريستورون، هي تروح تجربه بدورها تزيد تحكي تاني لونتوراج تاعها، تحكي صاحبتها تحكي جارتها تحكي تزيد هذيك جارتها تروح تما تاكل تزيد تحكي هي تاني بدورها وهي رايحه. دونك انا نلقى روحي درت لا بوبليسيتي لهذيك المطعم بلا ما يخلصني ولا حتى يقول لي ميرسي، وراني بعثت له كونجا شبكه كامله تاع الناس اللي راحوا كلاو عنده، ومن بعد خلاص يتعرف ويعودوا ناس واحد اخرين يقولوا ناس واحد اخرين وهي رايحه. دونك هذه هي الفكره، فكره اللي هي نستعملوها على مدار السنين. استعملوها دوكا هاد الشركه هي اول واحده استعملتها ومشات لها تري بيان. استعملتها في المنتوج تاعها، هي كانت تخدم المكملات الغذائيه دونك استعملتها في المنتوج تاعها، ومن بعد اوليو تمد دراهمها لي غروسيست الاشهار اكسيتيرا عادت ناس يجربوا الانتاج تاعها ويديروا لا ريكومونداسيون، يعني يهضروا عليها الناس واحد اخرين بصدق باسكو راهي جربتها، وهنا هذاك الناس هما اللي يدوا العمولات. ومن هنا بدات الثوره الاقتصاديه الجديده، ما فيهاش اشهار، ما فيهاش وسطاء، فيها انسان صادق وشبكه صادقه. وهكذا ولد التسويق الشبكي من فكره صغيره الى حركه عالميه غيرت حياه الملايين. دونك هكذا بدا التسويق الشبكي. مع التطوير تاع الوقت في الاول كانوا يقولوا غير لونتوراج تاعهم، ومن بعد عادوا يروحوا بورت ا بورت، وحاجه يعني صعيبه بارابور كيما دوكا مع العصرنه زادت تطورت اكثر واكثر ورجعوا يديروا لا بوبليسيتي في لي ريزو سوسيو. ومن هنا تبدا هذه الفكره تاع هذه الخدمه. وفي الفيديو الجاي راني رايحه نهضر لكم على شكون الشركات اللي كي تخدموا معاهم راكم رايحين تنجحوا.